بيبدأ فيلمنا في قرية صغيرة شكلها عادي جدا، لكن الحقيقة إن دي مش أي قرية، دي قرية فايكنج. واللي يعرف الفايكنج يعرف إن الهروب بالنسبة لهم عمره ما كان اختيار. فجأة الأحداث بتتغير وبتنزل تنانين من السماء تبدأ تهاجم، وفي ثواني الدخان بيملى المكان والنار بتولع في كل ركن. وفي وسط الدوشة دي بنشوف هايكاب، شاب صغير شكله مش مقاتل خالص، لكن الحماس بيكون مالي عينيه. بياخدوا الحماس وبيحاول يشارك، لكن أبوه القائد ستوك كبير القرية وزعيمها بيجره بسرعة وبيدخله جوه، لأنه شايف إن هايكاب لسه مش جاهز يواجه التنانين ولا حتى ديوك رومي. هايكاب بيشتغل متدرب عند جابر الحداد، واللي بيصنع أسلحة وأطراف صناعية للمحاربين. بس هايكاب مش ناوي يستسلم ومش شايف نفسه غير محارب. بيفكر وبيطلع جهاز من اختراعاته معمول مخصوص علشان يصطاد بيه التنانين، لكن جابر بيمسكه قبل ما يستخدمه وبيمنعه وبيطلب منه يرجع شغله في الحدادة. خلال رجوعه عينيه بتيجي على فريق الإطفاء، مجموعة شباب في نفس سنه كلهم شغالين كفريق علشان يطفوا الحرايق اللي عملتها التنانين. قائدة الفريق بيكون اسمها ستريد، شجاعة وقوية وعيونها فيها نار، وهايكاب بيفضل باصص لها ومتنح، ولما بتاخد بالها بتضحك عليه هي والفريق. وواضح كده ان هايكاب واقع في حبها وعايز يثبت نفسه بأي تمن. فجأة التنانين بتوصل لمكان الأغنام وبتبدأ تاخدهم واحد ورا التاني، لكن هايكاب كان عامل أبحاث على التنانين، وخصوصا تنين محدش شافه قبل كده اسمه النايت فيوري. التنين اللي محدش شافه أبدا، حاجة كده أسطورية، بيهجم بقى من بعيد وبيختفي في الضلمة. هايكاب بيفكر انه لو قدر يقتل النايت فيوري ساعتها هيثبت انه فايكنج بجد، وبياخد الجهاز بتاعه وبيخرج لوحده في وسط الليل. بيفضل بقى مستني وبيحاول مرة واتنين لحد ما في الآخر بيوجه الضربة بالحظ وبيوقع التنين في مكان بعيد وسط الأشجار. لكن قبل ما يلحق يفرح، تنين تاني بيشوفه وبيبدأ التنين يطارده بشراسة، وهايكاب بيجري مش عارف يستخبى فين، قلبه بيدق والنار وراه والدخان مالي الجو. في نفس اللحظة ستوك أبوه كان مشغول بيقاتل تنين تاني، لكن بعينه بيرصد ابنه وهو في خطر، ومن غير تفكير بيجري ناحيته علشان ينقذه. فعلا بينقذه، لكن اللي حصل ان تدخله بوظ خطة الهجوم كلها. التنانين استغلوا انشغاله وخدوا كل الغنم وهربوا. بعد اللي حصل ده ستوك بيكون غضبان جدا على ابنه وصوته عالي وهو بيزعق لهايكاب، انما هايكاب بيحاول يشرح له وجهة نظره وبيأكد له انه اصطاد النايت فيوري التنين الاسطوري. لكن الاب بيرد بعصبية مفيش حاجة اسمها النايت فيوري، دي مجرد اسطورة، وبيقول له بمنتهى القسوة انه عمره ما هيبقى فايكنج زي باقي المحاربين ولا حتى شبههم. لحظتها هايكاب بيتصدم من الكلام وبيرجع منكسر لشغله عند جابر، اللي طبعا بيحاول يهديه. وخلال بقى وهو ماشي زمايله بيتريقوا عليه والضحك شغال، الكل شايف انه متدلع وفرفور والسبب في اللي حصل، لكن جوه حاجة مش راضية ابدا انها تهدى. بيقعد مع جابر وبيقوله ان كل حلمه يبقى زي ابوه محارب فايكنج، لكن جابر بيحاول يفهمه ان الطريق ده مش بتاعه، وان في طرق تانية للعظماء مش لازم تكون بالسيف والنار. لكن هايكاب مش قابل الكلام ومش شايف نفسه غير وسط المعركة. وتاني يوم قبل ما الشمس تطلع، هايكاب بيهرب من القرية وبيروح يدور على النايت فيوري اللي قصبها علشان يثبت لنفسه والكل اللي حواليه انه مش تافه ولا ضعيف. في نفس الوقت ده في قلب القرية كان معمول اجتماع، وشايفين ان التنانين كل يوم بيهجموا اكتر والوضع بيخرج عن السيطرة، لكن ستوك بيخرج وبيهديهم وبيعلن عن خطة هجوم، والمرة دي احنا بقى اللي هنهجم. بيوريهم خريطة قديمة مرجح إنها بتوصل لعش التنانين الرئيسي، وبيقسم لكل واحد دور. الساحرة العجوزة بتدخل في اللحظة دي وبتعمل طقوسها الغريبة، وبالبلورات والدخان بتقول إن المهمة دي هتنجح. الناس هنا بقى بتهدى والأمل بيرجع. وبعد الاجتماع ستوك بيقعد مع جابر وبيتكلموا عن هايكاب، فجابر بيقوله ان الولد فعلا عايز يبقى فايكنج وانهم لازم يبدأوا يدربوه بدل ما يسيبوه لوحده، خصوصا انهم مش هيبقوا دايما حواليه يحموه. وفي نفس الوقت ده هايكاب كان لسه ماشي وسط الغابة بيحاول يتتبع أثر النايت فيوري اللي وقع من السماء، وبعد وقت طويل من التمشيط والتفتيش أخيرا بيشوفه.
نايت فيوري مربوط على الأرض وعاجز. لحظتها هايكاب قلبه بينط من الفرحة والخوف في نفس الوقت. أول مرة في حياته يصطاد تنين، يقوم يصطاد أسطوري زي نايت فيوري. بيطلع الخنجر وبيقرب، لكن وهو بيبص في عيون التنين بيحس بحاجة غريبة. بيحس إن التنين مش وحش، ده بيكون التنين أصلا خايف. وهايكاب بيقف مش قادر يعملها، مش قادر يقتله، وفي الآخر بيقرر يسيبه ويمشي. لكن أول ما بيدور وشه بيسمع صوت التنين بيتألم، فبيرجع وبيطلع السكين وبيقطع الحبل. وهنا النايت فيوري بيتحرر. أول ما بيحس إنه طليق بيهجم على هايكاب، لكن فجأة بيقف وبيبص له. بعدين بيبعد وبيحاول يطير، لكن بيفشل وبرضه بيفضل يحاول. بس جناحه بيبقى فيه مشكلة، الجناح اللي اتصاب من الجهاز اللي هايكاب ضربه بيه. بعدها بيرجع هايكاب للبيت ولسه مش مستوعب اللي حصل ده. وأول ما بيوصل أبوه بيقابله بخبر مفاجئ: التدريب هيبدأ بكرة يا بطل. وأخيرا هايكاب هيدخل معسكر المحاربين وهيتدرب علشان يكون قاتل تنانين. بس المشكلة إن هايكاب خلاص فقد الشغف. بيحاول يقنع أبوه إنه مش جاهز أو مش عايز، لكن ستوك ما بيسمعش غير صوت الحرب وبيقوله القرار اتاخد. تاني يوم الصبح ستريد وباقي فريقها بيوصلوا للأكاديمية مستعدين للتدريب الحقيقي، وطول الوقت نازلين تنمر وسخرية في هايكاب اللي ماشي وراهم كأنه غريب عن المكان. وهما بيتكلموا المدرب بيوصل وبيقول لهم خبر ناري: هيكون في مسابقة إقصاء، واللي هيكسب هيكون أقوى سائق تنانين في الجيل ده. المسابقة بتبدأ والكل بيشد أعصابه، وبيبتدي أول تنين إنه يخرج، وستريد وفريقها بيبدأوا إنهم يهاجموه. كل واحد بيرفع الدرع بتاعه علشان يعمي نظر التنين، إنما هايكاب بيستخبى في الزاوية لسه مش فاهم مكانه الحقيقي في كل ده. الأولاد بيفرهدوا، لكن بيعصبوا التنين اللي بيفقد السيطرة وبينفجر غضبه وبيدخل يهجم بكل قوته. وفي لحظة بيقلب عليهم كلهم، بيهزم بقى كل المتدربين واحد ورا التاني، وبيفضل منهم بس ستريد وهايكاب. لحظتها هايكاب بيتوتر ومش عارف يتحرك، وستريد بتحاول تدافع لكن الضغط بيبقى شديد. وفي الآخر هايكاب بيطلع من المسابقة. التنين بيقرب منه وبيفتح بقه وبيجهز علشان يطلع لهب ناري، لكن قبل ما النار تطلع المدرب بيتدخل بسرعة وبينقذ هايكاب في آخر لحظة. وبعد ما بيرجع التنين بيبص لهايكاب بعين كلها تحذير وبيقول جملة تقيلة: التنين دايما هدفه القتل وعمره ما بيرحم. الكلام ده بيهز هايكاب لأنه افتكر النايت فيوري اللي سابه يمشي، وإنه كان ممكن يموته لكن ما عملش كده. وساعتها بيقرر يرجع للغابة علشان لازم يعرف ليه ما قتلوش. بيرجع والحماس في عينيه، وفعلا بيلاقي النايت فيوري في نفس المكان لسه مش قادر يطير. المرة دي جاي جاهز وجايب معاه نوتة وبيبدأ يرسم ملامح التنين. وأول ما بيركز بيكتشف السبب في عجزه عن الطيران. جزء من ديله الطيار مقطوع، وعلشان كده مش قادر يوازن نفسه في الهواء وبيفشل كل مرة يحاول فيها يطير. بعد المشهد ده هايكاب بيرجع للأكاديمية، وهناك المدرب بيبدأ يسخر منه قدام الكل وبيسميه أضعف حلقة في الفريق. بيطلع كتاب قديم وبيقول لهم إنهم لازم يقروا عنه علشان يعرفوا التنانين كويس. لكن كالعادة كل الطلبة بتزهق وبتمشي واحد ورا التاني ما عدا ستريد وهايكاب. هايكاب بيحاول يتكلم معاها وبيحاول يفتح دماغها وبيقول لها ان يمكن التنانين مش شريرة زي ما الكل فاكر، وانهم ممكن يكونوا مس اندرستود. لكن ستريد ما بتقتنعش وبتبصله بغضب وبتقوله ان كل الكلام ده سببه انه ابن الزعيم وعايش في امتيازات مش عند اي حد، وبتعلنها صريحة كده ان هي اللي هتاخد مكان ابوه في يوم من الأيام مش هو. بس بتتفاجئ إن هايكاب نفسه مش عايز أصلا المنصب ده ومش شايف نفسه أبدا فيه، وبتمشي سايباه وراها واقف تايه. لكن هايكاب مش بيستسلم، بيقعد يقرا في الكتاب اللي سابه المدرب. لما بيوصل لصفحة النايت فيوري بيلاقي إنها فاضية من غير رسم، مفيش فيها أي وصف ولا أي معلومة، وده لأن ببساطة مفيش حد في التاريخ قدر يشوف التنين ده ويعيش ويحكي. وهايكاب بيطلع نوتة الرسم بتاعته وبيحطها على الصفحة، ووقتها بس بيستوعب الحقيقة، وهي إن هو أول إنسان يشوف النايت فيوري عن قرب، وأكتر من كده هو أول واحد يلمسه ويعيش
في الوقت ده ستوك والد هايكاب كان بيقود جيش ضخم من الفايكنج وبيتحركوا في مهمة كبيرة هدفهم انهم يوصلوا لجزيرة التنانين اللي في الخريطة ويكتشفوا أعشاشهم ويمحوا وجودهم من على وش الأرض. أول ما بيوصلوا الضباب كان مالي المكان والرؤية شبه معدومة واللي خايفين منه بيحصل. التنانين بيهجموا عليهم بهجوم مفاجئ وكل حاجة بتتلخبط، الجنود بيجروا والأسلحة بتطير والدنيا بتتقلب جحيم. في نفس الوقت ده تدريب الأكاديمية كان شغال والطلبة لازم يواجهوا تنين جديد، وهايكاب كالعادة بيستخبى وستريد بتنده عليه وبتحاول تنقذه وبتقوله يجي وراها لمكان آمن. لحظتها التنين بيهاجم بشراسة لكن ستريد بتثبت وبتواجهه بكل قوتها وفي الآخر بتنجح إنها ترجعه للقفص. بعدها هايكاب بيرجع للغابة وللتنين اللي غير نظرته للعالم النايت فيوري، والمرة دي جاي وجايب معاه سمكة وبيحاول يقدمها له كهدية لأنه شاف إنه مش عارف يصطاد، لكن التنين مش واثق، عينه على السلاح وفي الدرع. وهايكاب بيستوعب وبيقرر يتخلى عن كل حاجة وبيرمي الدرع وبيحط السمكة بعيد. وهنا التنين بيقرب بحرص وبياكل السمكة، وبعدها في لقطة كلها خفة دم بيبص لهايكاب وبيبص للسمكة اللي في بقه وببساطة بيرجع عليه نصها كأنه بيشاركوا الأكل. وهايكاب علشان يكسب ثقته بيبتسم وبيضطر مجبر إنه ياكل من السمكة وملامحه كلها قرف. بعد كده بيمد ايديه بهدوء علشان يطبطب عليه، لكن النايت فيوري بيبعد وشايف ان اللمسة دي فيها تحكم وسيطرة مش مجرد صداقة. فهايكاب بياخد خطوة لورا وما بيضغطش عليه وبيسيبه براحته. وفي لحظة هدوء هايكاب كان قاعد في الغابة وهو رايق وبيرسم، وفجأة النايت فيوري بيظهر تاني لكن المرة دي بشكل مختلف، ما كانش عدواني لكن بالعكس ده كان فضولي. وهايكاب بيرفع ايديه علشان يطبطب عليه، بس المرة دي بيعمل حركة ذكية، بيبعد عينه عن عيون التنين وده بيخلي التنين يحس بالأمان وبيقرب أكتر. اللحظة دي بتكون لحظة السحر، التنين بيسيب نفسه تماما انه يتلمس وهايكاب بيبتسم وبيسميه توسلس. وفي الأكاديمية هايكاب بيسمع المدرب بيقول جملة قصاد الطلبة بتخبط في قلبه، التنين اللي ما يعرفش يطير هو تنين ميت. الجملة دي بتخليه يفكر في توسلس التنين اللي عايش نص حياة. فهايكاب بياخد المهارات اللي اتعلمها من جابر الحداد وبيبدأ يشتغل، بيصمم ديل صناعي للتنين صنعه بإيده وبيرجع الغابة ومعاه الجناح الاصطناعي ده ومعاه سمك كتير وبيسيب توسلس ياكل. وفي اللحظة اللي التنين بيكون مشغول فيها بالأكل هايكاب بيركب له الديل وفجأة التنين بيطير، لكن دي أول مرة والتحكم بيكون مش سهل. وأول ما حاول يوجه الجناح بيغير الزاوية غلط وبعدها بينزل نزلة مفاجأة في المية. أما في الأكاديمية بيكون في تدريب جديد وتنين شرس بيهجم وبيوقع أغلب الطلبة. هايكاب بيكون هدفه الجاي لكن التنين بيشم ريحة النايت فيوري فبيترعب وبيبدأ يتراجع، وهايكاب لأول مرة بيخلي التنين ينسحب من غير عنف. المشهد ده بيفرح ستريد وباقي الطلبة اللي بدأت نظرتهم ليه تتغير تماما. وتاني يوم هايكاب بيركب توسلس وبينطلقوا سوا في رحلة طيران جديدة، لكن الهبوط ما كانش ناعم، نزلوا فوق وردة غريبة واللي بيحصل ان توسلس بيتخبط وكأن ريحة النبات بتأثر عليه. وهايكاب بياخد الفكرة وبيستخدم الوردة دي في التدريب، يرش التنين يخليه يتخبط وقدر فعلا انه يهزمه بسهولة. بعدها اكتشف طريقة تخلي توسلس ينام وبسرعة استخدمها في تدريب جديد وخلى التنين ينام قدام الكل. الطلبة بدأوا يبعدوا عن ستريد ويتلموا حواليه، البرنس بقى النجم الجديد. شوية وستريد كانت بتتدرب في الغابة وفجأة بتشوف هايكاب معدي وماسك حبل طويل فبتراقبه وهي مش فاهمة هو بيعمل ايه. وبنشوف هايكاب بيربط الحبل في توسلس والطرف التاني في صخرة وبيبدأ يتدرب على حاجة غريبة، بيحاول بقى يتعلم ازاي يركبه بطريقة مستقلة من غير ما يحتاج لمساعدات، وكان رابط الحبل في صخرة وكل يوم بيتعلم شوية.
في نفس الوقت ده ستوك وأبطال الفايكنج بيرجعوا من جزيرة التنانين، شكلهم كأنهم خسروا المعركة، وجو القرية بيبقى كله كآبة، الوشوش مكسورة والنظرات كلها إحباط. ستوك بقى بيسأل عن ابنه والمدرب بيرد بابتسامة: هاي كاب ده بقى نجم يا زعيم، الناس كلها بتتكلم عنه. وده بيخلي الضحكة تطلع من قلب ستوك، والأول مرة من زمان يحس بالفخر الحقيقي بابنه. ومع الوقت هاي كاب بيبدأ يظبط مع توسلس وبيرسم مخطط لأجنحة التنين وبيحللها وبيتعلم ازاي يتحكم فيها. وأثناء ما هما بيطيروا في السماء المخطط بيطير من ايده فجأة، وهاي كاب بيحاول يمسكه لكنه بيقع. الدنيا بتتقلب وسقوط حر في الهواء، لكن في اللحظة الحرجة دي بيمسك في جسم توسلس وبيمسك كويس، وبإحساس خالص مش بعلم بيبدأ يوجه توسلس بإيده، والأول مرة يركب التنين فعلا، وبيوصلوا لأرض ناعمة بهبوط سلس وكأنهم فريق واحد بجد. بالليل ستوك بيجي يزور هاي كاب، والأب بيبقى باين عليه التوتر، مش متعود يتكلم من قلبه، لكن بيوصل الرسالة وبيقوله: أنا سمعت كل حاجة وفخور بيك. وعلشان يثبت ده بيديله خوذة مصنوعة من درع قديم لأمه، وبيقوله إن دي هتكون أول خطوة في آخر تدريب ليه بكرة. هاي كاب وهو بيلبس هدوم النوم بيبص للخوذة والإحساس بالمسؤولية بيزيد. وتاني يوم في ساحة التدريب الكل واقف والجو مكهرب، واستريد داخلة ملامحها مش سهلة وبتبص لهاي كاب بتحدي. استريد كانت عايزة تثبت إنها الأقدر بلقب أقوى سائق تنانين، وبتتحرك بسرعة بعزيمة حارقة، لكن أول ما بتوصل للتنين بتكتشف إنه خلاص واقع. التنين بقى مش قادر يتحرك، وهاي كاب هو اللي قضى عليه قبلها بلحظات. الكل بيسقف والناس بتنده اسمه، وهاي كاب بيتوج رسميا كأفضل سائق تنانين في الأكاديمية. وأبو ستوك في الزاوية واقف رافع راسه بشموخ فخور بيه لأول مرة من قلبه. لكن الحكاية ما خلصتش، هاي كاب بيرجع للغابة كعادته، لكن المفاجأة إنه بيلاقي استريد مستنياه هناك. كانت شاكة وعايزة تعرف الحقيقة، سألته: أنت بتتدرب مع مين؟ وإزاي بقت كده؟ عندك مدرب سري صح؟ وقبل ما يلحق يرد توسلس بيخرج من ورا الأشجار، واستريد بتقف في مكانها بتفكر تهجم ولا لأ. بترفع درعها وجاهزة للقتال، لكن هاي كاب بسرعة بيوقفها وبيقول لها: استني مش هيأذيكي، وبيأكد لها ان التنين ده مختلف مش زي ما كنا فاكرين. لكن استريد زي اي فايكنج بتحكم بسرعة وبتبدأ تجري راجعة للقرية علشان تبلغ. وهاي كاب ما بيقدرش يسيبها تعمل ده، وبيركب توسلس وبيطير بسرعة ناحيتها، وفعلا بيلحقها وبيشيلها من الأرض وبيطير بيها لفوق لحد ما بينزلها على قمة جبل بعيد. استريد وهي لسه مبهورة من اللي بيحصل ده بتوافق إنها تسمع، وهاي كاب بياخدها في رحلة ما بتحصلش غير في الأحلام، تطير على ظهر نايت فيوري، تنين أسطوري الكل كان فاكره خيال، ده فعلا حلم. الهوا في وشهم، السحب حواليهم، واستريد حاسة لأول مرة إن في جانب تاني للحكاية، جانب التنانين. بس وهي نازلة بتبصله وبتقوله: أنا فهمتك، بس الباقيين مش هيفهموا، خصوصا إنك بقيت بطل الصيادين، وبكرة المفروض تقتل تنين قصادهم كلهم. وعن نفسها قررت إنها ما تبلغش حد، لكن مش عارفة هو هيقدر يتصرف إزاي. وفجأة وهم لسه بيطيروا في السماء مجموعة تنانين بتظهر حواليهم وبتطير في انسجام غريب، وتوسلس بيلاحظهم وبيروح ناحيتهم، واللي بيحصل بعد كده بيغير كل حاجة. التنانين بتاخدهم لمكان أسطوري ألا وهو عش التنانين، نفس المكان اللي كان ستوك بيدور عليه من سنين. مكان ضخم مخيف مليان آلاف التنانين، وأكتر من كده في شيء أكبر مستني في العمق. وسط الزحام والضباب فجأة بيظهر كائن مرعب حجمه أضخم من أي تنين اتشاف قبل كده. ده مش تنين عادي، ده الألفا ملك التنانين. لكن اللي بيخض أكتر إن الألفا مش بس بياكل باقي التنانين، ده كمان بيتحكم فيهم بعقله وبخوفهم، وبيخوف التنانين كلها زي عبيد عنده. هاي كاب واستريد أول ما بيشوفوا ده بيقرروا يرجعوا فورا، الموضوع أكبر من أي حد. وفي لحظة هدوء قبل العاصفة استريد بتبص لهاي كاب وببوسة سريعة على خده بتتمنى له التوفيق. كانت أول مرة تحس إنه مش مجرد مراهق ضعيف، ده بقى قائد.
وتاني يوم القرية كلها مجتمعة وساحة القتال مليانة، وستوك واقف فخور إن ابنه هيقتل واحد من أقوى التنانين قدام الكل بيهتف، لكن ستريد بتبقى واقفة على جنب عينيها على هاي كاب بتسأل نفسها هيعملها ازاي. التنين بيخرج، وهنا اللحظة اللي الكل بيبص فيها لهاي كاب، بس بدل ما يرفع سيفه أو يجهز نفسه للقتال بيقلع الخوذة وبيحط الدرع على الأرض وبيروح ناحيته بهدوء وبيحاول يروضه مش يقتله. الناس بتتصدم، وستوك أول ما بيشوف المنظر غضبه بيولع وبيخبط فاسه في الأرض وبيصرخ كفاية وقفوا المهزلة دي. لكن الصوت العالي والارتباك اللي حصل بيخلي التنين يتوتر وفجأة بيبدأ يهاجم. في اللحظة دي من بعيد توسلس بيسمع الصوت وبينطلق وبيطير بسرعة البرق والشرار في عينيه. ستريد كمان بتجري وراهم، لكن ستوك بيأمرها إنها ترجع، وقبل ما التنين يضرب هاي كاب بالنار توسلس بيوصل وبينقض عليه بكل قوته. المعركة نار، لكن توسلس بيخوف التنين وبيجبره يرجع تاني لقفصه. لكن بدل ما ستوك يشكر التنين غضبه بيزيد أكتر وبيهجم على توسلس بأسلحته وهو مش شايف قدامه، وتوسلس بيقاوم وبيمسكه بينزله على الأرض وكان على وشك إنه يخلص عليه، لكن هاي كاب بيتدخل بس للأسف بيشدوا توسلس وبيربطوه وبيكمموه كأنهم بيقبضوا على وحش. ستوك واقف عينيه كلها خيبة أمل بيبص لابنه كأنه ما بقاش يعرفه، لكن هاي كاب بيحاول يشرح بيأكد وبيقول إنهم مش لازم يقتلوا التنانين، ممكن يروضوهم ويصبحوا أصدقاء. لكن ستوك بيرد بقلب مليان وجع، أمك وكتيبة كاملة من الفايكنج كلهم اختفوا بسبب التنانين دي، وانت جاي دلوقتي تقولي نتصاحب معاهم؟ وفي وسط الكلام هاي كاب بيتكلم بتلقائية وبيقول إنه كان في عش التنانين والمكان اللي ستوك بيدور عليه بقاله سنين، وإن توسلس هو اللي وداه هناك. بس أول ما ستوك بيسمع الجملة دي بيولع وبياخد قراره في لحظة، دلوني على المكان، احنا هنهجم بكرة. هاي كاب بيحاول يوقفه وبيحذروا إن في ألفة تنين ضخم بيحكمهم كلهم والهجوم غلط، لكن ستوك ما بيسمعش وبيأمر الكل إنه يجهز. وتاني يوم توسلس بيكون مربوط ومتكمم وبيستخدموه كدليل للطريق، وبيكون مجروح مش من السلاسل لكن من خيانة صديقه هاي كاب اللي قاعد لوحده محطم. بس ستريد بتيجي وتقعد جنبه وبتحاول تهون عليه وبتقوله إن لسه في أمل وإنه يقدر يغير الجاي، وهنا بتتولد الفكرة. بيقرر يساعد حتى لو الكل ضده، وستريد بتقف جنبه تلم فريقها، والطلبة اللي زمان كانوا بيتريقوا عليه دلوقتي ماشيين وراه. هاي كاب بيساعد كل واحد منهم انه يروض تنينه، وبسرعة كل واحد بقى عنده شريك طائر وبيجهزوا سوا علشان ينطلقوا لإنقاذ أهلهم. في الوقت ده الفايكنج بيوصلوا عند العش، لكن المرة دي مفيش ولا تنين في الصورة، الجو هادي وده كان أغرب شيء. بس ستوك ما بيهتمش وبيرفع السلاح وبيؤمر بالهجوم. القذائف بتضرب والنار بتتفجر والجبل بيتفتح، وفجأة التنانين بتخرج، بس مش تنانين عادية، دول جنود للألفا، ووراهم بيظهر الوحش الحقيقي التنين الجبار اللي الكل بيهابه، الألفا سيد التنانين. أول ما الجبل بيتفتح التنانين خرجت، لكن المرة دي ما كانوش بيهاجموا، كانوا بيهربوا. مشهد غريب والتوتر مالي المكان. الفايكنج افتكروا انهم انتصروا وبدأوا يحتفلوا، لكن ستوك بعينه اللي شافت كتير حس ان في حاجة غلط، وساعتها حصلت الكارثة. من عمق الجبل بيطلع الوحش الحقيقي الألفا، تنين بحجم جبل بجناحين بيغطوا السماء وعينين زي الجمر، ما كانش زي أي حاجة شافوها قبل كده. الألفا بيضرب نار واحدة تخلص على نص جيش الفايكنج، الكل بيجري ويهرب إلا ستوك وجابر واقفين لحد آخر نفس مستعدين يواجهوا مصيرهم. وفجأة الأمل بينزل من السماء، هاي كاب وستريد وفريقه كل واحد راكب تنين بيظهروا في اللحظة الصح. ستوك بيضحك مش مصدق اللي شايفه، ابنه اللي كان بيخاف يلمس سيف دلوقتي راكب على ظهر توسلس وبيقود فريق كامل. بيبدأوا بقى يحطوا خطة لمواجهة الألفا، وستريد بتنزل هاي كاب عند مكان توسلس اللي كان لسه مربوط ومتكمم، لكن المعركة بتولع والألفا بيهجم عليهم بشراسة. هاي كاب بيحاول يفك توسلس لكن المية بتغمرهم والتنين لسه مربوط، وهاي كاب بيغرق وهو بيحاول ينقذه. وفي لحظة شبه مستحيلة ستوك بينزل المية وبيشد ابنه وبينقذه من الغرق.
لكن ما بيكتفيش بكده، بيرجع وبإيده بيفك توسلس. خلاص كان قلبه اتغير، وهايكاب بيركب على توسلس وبينضم لأصحابه في السماء. ستوك بيقف بصوت مكسور لكن فخور وبيقوله أنا فخور بيك يا ابني. المعركة النهائية بتبدأ والكل بيهاجم وبيشتتوا الألفا، وهايكاب وتوسلس بيطلعوا فوق وبيجروا وراهم وبيطلعوا للسماء. وهناك فوق الغيوم المعركة الحقيقية بتبدأ، وهايكاب بيوري الألفا حاجة عمره ما شافها في السماء وسط السحاب والنار. المعركة بتوصل لآخر جولة، وتوسلس المعروف بالنايت فيوري بيستخدم سر قوته السرعة والتخفي والضربات الدقيقة. بيضرب من هنا ويختفي من هنا، لكن الألفا بيتعصب وبيولع السما كلها نار كأنها نهاية العالم. وسط اللهب ده كله الجناح الصناعي بتاع توسلس بيتحرق والسيطرة بتفلت، والتنين الجبار بيبدأ يطاردهم. لكن هايكاب ما بيخافش وبيقود توسلس ناحية قلب البركان. خطة أخيرة، مؤامرة، يا صابت يا خابت، وكان التمن حياته. بيوصلوا للفتحة والألفا وراهم جاهز يبلعهم، وفي آخر لحظة توسلس بيفتح بقه وبيضرب قذيفة نارية مباشرة جوه بق الألفا علشان يحصل انفجار رهيب. التنين الجبار بيقع جوه البركان وبيتحول لرماد. لكن السقوط كان عنيف، وتوسلس وهايكاب بينزلوا على الأرض بقوة. الكل بيفتكر إن هايكاب مات، صمت وخوف ودموع، لكن فجأة بيبتدي يتحرك ولسه ليه عمر. لحظتها الكل بيصرخ من الفرحة، فرحة رجوع بطلهم. بتمر الأيام وهايكاب بيصحى على توسلس جنبه، التنين اللي بقى صاحبه وأخوه وحتة من قلبه. بيقوم من السرير، لكن أول ما بينزل بيتفاجئ إن رجله مش موجودة، اتقطعت واستبدلوها برجل صناعية. وزي ما ساعد توسلس يطير، توسلس رجعله الحياة. بيخرج واللي بيشوفه بيخليه يقف مبهور. الفايكنج والتنانين عايشين سوا في سلام، بيتعاونوا وبيضحكوا وبيطيروا سوا، وكل ده بفضله هو. وهنا ستوك بيجي يحضنه وبيقوله جملة واحدة، أنا دايما كنت فخور بيك يا ابني. وهنا ستريت بتظهر بابتسامة غير معهودة وبتاخده بالحضن. أما توسلس بيظهر بجناح جديد، واحد أقوى من القديم ومتطور. وفي آخر لقطة هايكاب بيركب على توسلس وبيطيروا وبيبدأوا رحلة جديدة. وبكده يكون خلص فيلمنا، واشوفكم على خير في فيلم جديد. سلام.